أظهرت مشاهد حصلت عليها الجزيرة حصريا قتل جنود مصريين شابا فلسطينيا يعاني اضطرابات نفسية وعقلية بعد تجاوزه الحدود البحرية الفلسطينية المصرية بأمتار قليلة غرب مدينة رفح يوم أمس الخميس. وتظهر المشاهد الشاب الفلسطيني وقد بدا عاريا تماما وهو يجتاز المنطقة الساحلية الحدودية قبل أن يطلق عليه الجنود المصريون المتمركزون في الثكنات العسكرية على الحدود النار بشكل مباشر دون إنذار أو تحذير. وقالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن رجال الأمن الفلسطينيين صرخوا على الجنود المصريين لوقف إطلاق النار على اعتبار أن الشاب كان يتصرف بطريقة تعكس اضطراباته النفسية، لكنهم لم يستجيبوا وأصروا على إطلاق النار المباشر عليه وقتله. وبعد التأكد من قتل الشاب نزل الجنود المصريون إلى الشاطئ وسحبوا جثته، حيث ما زالت السلطات المصرية تحتفظ بها ولم تسلمها إلى الجانب الفلسطيني. وقالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن الشاب القتيل هو إسحاق خليل حسان من حي الزيتون جنوب غزة، ويبلغ من العمر 28 عاما، وأكدت عائلته أنه يعاني اضطرابات عقلية.